السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم إخواني أخواتي، وحياكم الله أينما كنتم داخل الوطن وخارج أرض الوطن الحبيب. كما شفتوا معنا هاد يومين هادي اللي أنا ما حطيت فيها والو. المهم كاينه واحد ضجة أخذ ورد. مهم كل شيء على لبنى لبنى المثيرة للجدل دائما. مهم ما عرفتش هذاك الشيء واش كيجي بالصدفة واش مختلق واش خصوصا هاد المرة ما عرفتش هذاك الشيء واش جا هكاك يعني بالصدفة واش ما نعرف. مهم راه نايض عليها بالمعقول من طرف الآخر، الطرف اللي دائما تيهاجموها لأنهم لقاو منين يشدوها. كاينين شي حوايج يعني ما نعرف واش هما كيقصدوهم ولا ما تيقصدوهمش، كيخليوهم يعني تيخليوهم يعني حتى لو كانوا متأكدين ديك الشكوك اللي كيبغيو يزرعوها في الدماغ ديال المتتبعين كيلقاوها سهلة، كيلقاو يعني واحد المادة دسمة منين يبداو. يعني كل واحد وشنو. المهم راه كاين اللي الغرض ديالو باش يطلع القناه ديالو، حتى هو باغي يثير الجدل، تيقول علاش لا مادام لبنى كدير شي حويجات شي تويشيات باش تثير الجدل وباش تطلع الطوندونس وباش تجيب مشاهده، علاش ما نديروهاش حنا؟ يعني تكون صحيحه ولا تكون كذوب. ما عندنا غرض. كاين اللي ما عندهم غرض يعني يجيبوا كذوب ولا صح، ما عندهم غرض مادام ما ان ما كاينش واحد المحاسبات، شي واحد ما غيحاسبهم. اي واحد عنده قناه كيقول انا غنقول اللي بغيت ما غيحاسبني حد. مثلا تيقولوا راه اختها كاينه في المستشفى اللي ولدت فيه لبنى، راه ولدت توام، راه غادي تعطيها بنت. المهم كل واحد شنو تيقول. عاوتاني التشكيك في اللي انها ما عمرها حملت، ما عمرها ولدت، ما عمرها، وداك الشيء كله تمثيل. وكاين اللي تتوصل به الدرجه تيقول لك راه تمثيل وتمثيل يعني ما متقونش. لكن سبحان الله يعني ما عرفتش. كاينين شي حوايج ما نكذبوش على الله. اسره مغربيه لا الناس ديال الاسره المغربيه ككل ولا لبنى على الخصوص كيساهموا فيها خصوصا داك الفيديو اللي كانت حطاتو ومحاتو بالزربه، اللي كانت قالت لك هي فيه هو تعقيب على داك المقلب اللي كان دار داك السيد اللي جا صور مع بوكريشه، رغم ان هذاك بان ليا ما مقلب ما والو بصراحه. يعني فيديو لارو ما ماشي شي حاجه. مهم خلاصة القول هاد الناس راه لا هما لا المنتقدين لا كل شيء راهم خدامين. يعني كاين اللي عنده ضروري خصو يطلع فيديو في النهار ولا جوج فيديوهات ولا شنو يكون المشاهدة شحال. كاين اللي بغض النظر على الحقيقة باش يعطيك الحقيقة ويكون عنده المصداقية. كل انا كنهضر على القنوات بصفة عامة، لا المنتقدة ولا القنوات اللي معرضة للانتقاد. كاين الغرض ديالو كل واحد والطريقة والمنهجيه اللي خدا باش يطلع بها المشاهده. غادي نرجع للمشكل اللي وقع للبنى اللي خرجت به. قالت لك بان جاها الحريق وشنو، يعني لقات بان باقي عندها بقايا ديال المشيمه في الرحم. وكاينين اللي عاود ثاني لقاوها يعني فرصه عاود ثاني منين يشدوها. المهم هذاك الشيء انا قلت راه واش كيجي بالصدفه، واش هذه كلها صدفه، واش. المهم هذا المشكل انا غنتكلم اليوم. هذه الحلقه خاصه ب يعني بقايا المشيمه في الرحم بعد الولاده. هذا المشكل راه كيوقع تقريبا من بين جوج. قلبوا في الجوجل، راه عندكم في الجوجل وغتلقاو كيبقى من بين جوج حتى 3% من النساء الوالدات اللي والدات 100 مثلا 100 مرأة ولدات كتقدر جوج نساء جوج عيالات ثلاثه كيوقع عندهم هذا المشكل. كتبقى من بعد الولاده كيبقى عندهم بقايا من المشيمه في الرحم. وهاد الانواع ديال بقايا المشيمه في الرحم انا على حسب البحث ديالي اللي درت في الجوجل غادي نقراه عليكم كما هو كيف ما لقيته. كاين انواع. كاين النوع الاول المشيمه الملتصقه بالرحم. المشيمه انتم غنخلي لكم حتى هاد السكرين هذا وانتم كتشوفوا فيه في الاكران، تشوفوا فيه خليته في الفيديو باش تشوفوا. هنا خديت مثلا هذا وبحثت في بزاف الصفحات وانا خديت هذه يعني اختاريت هذه. كاينه المشيمه الملتصقه بالرحم وهي النوع الاكثر شيوعا في الحالات ديال بقايا المشيمه. اكثر الحالات البقايا المشيمه كتكون المشيمه الملتصقه بالرحم، كتكون خليقه، هي عندها خليقه لاصقه والرحم تيفشل في الطرح يعني في الانفصال مع المشيمه. وبالتالي كتبقى لاصقه في
لاصقه في الرحم. وكاينه المشيمه المحاصره. شنو هي المشيمه المحاصره؟ يعني حنا تنعرفوا من بعد ما تيخرج الجنين كتبعوا مباشره كيتبعوا الخلاص اللي كنسميوه حنا بالدارجه الخلاص اللي هو المشيمه. الا تعطلات واحد شويه، هو نورمالمون ما خصوش يفوت 5 دقائق تقريبا، الا تعطلات شويه كيتسد فم الرحم. الوالده كتسد، ملي كتسد الوالده كيبقى هو محاصر لداخل، كيبقى محاصر. وكاين عاوتاني المشيمه الملتصقه بالطبقه العضليه للرحم. هذاك الاولى قلنا الملتصقه بالرحم ببطانه الرحم، وهذه بالطبقه العضليه للرحم. هذه حتى هي كتوقع توقع خلف المشيمه طبقه عضليه. انا غنقراها عليكم كما هي. المشيمه الملتصقه بالطبقه العضليه للرحم يقع خلف المشيمه طبقه عضليه وهي طبقه جدار للرحم، ويمكن ان تلتصق المشيمه بعمق في جدار الرحم لتصل الى هذه الطبقه العضليه، مما يمنعها من الانفصال عنها. تقريبا كتشبه النوع الاول ديال المشيمه الملتصقه بالرحم، وهذه المشيمه الملتصقه بالطبقه العضليه للرحم، ثم كيصعب الانفصال عليها من خلال الولاده، وكتبقى عالقه في الرحم. وتعد هذه الحاله من الحالات الخطيره. سمعوا، هذه الحاله كتعد من الحالات الخطيره التي تسبب النزيف. وكنطلب من الله ما تكونش هذه الحاله اللي كاينه عند لبنى التي تسبب النزيف، مما قد يدفع الاطباء الى اعوذ بالله الى استئصال الرحم او نقل الدم في بعض الحالات للتخلص من النزيف. يعني مهم احنا تنطلبوا السلامه للبنى. المهم كاينين هاد 3 الحالات اللي قريتهم عليكم. كاينه هاد الحاله الاخرى اللي ممكن توصل حتى استئصال الرحم. كنتمنى بان لبنى ما تكونش عندها هاد الحاله هذه. ومهم في اغلب الاحيان دابا لبنى عطاوها الدواء وداروا ليها ليكوغرافي وكل شيء. اغلب الاحيان هذاك الدواء غيقدر هو الا كانت من الحالات الاولين اللي تسد عليها غير فم الرحم كيكون تسد، الا كانت من هذوك الحالات راه غادي يطيح بداك الدواء، غادي يطيح. وخصوصا ان هي راها ما جلساتش، ربما هذا ساعدها انها ما نعساتش، بقات كتحرك. ربما سبحان الله رب ضارة نافعه، لان بقات كتحرك والرحيل وهذه ربما هذا نفعها باش خلى هذاك المشيمه ما تبقاش ملتصقه في يعني على بطانه الرحم ويوقع واحد الانفصال. ربما يكون كاين خير، سبحان الله، ربما يكون هذا سبب رب ضارة نافعه. كنتمنى الا في حاله الا ما الدواء ما قداش راه غادي دير الكرطاج، لان كما قالت لبنى قالت لك راه الكرطاج هو اللي غادي يعاودوا يكرطوا ليها الوالده ديالها. والحاله الثالثه راه كتكون نادره، تنتمنى انها اللي كتوصل الله يسر حتى استئصال الرحم، كنتمنى انها ما توصلهاش. المهم هذا الشيء راه كاين، ماشي ما كاينش، راه ماشي شي حاجه ما كايناش. خصوصا ان كنعرفوا ان لبنى الحمل ديالها بصراحه راه ما كانش طبيعي بالاول. كان فيه مشاكل، ما نقدرش نقول ماشي طبيعي، كانت عندها مشاكل في الاول. راه فايت وقع عليها نزيف ملي الله كانت حامله وولدات دابا ولاده مبكره. يعني كاين عندها مشاكل في الرحم ديالها، كاين مشاكل. كنتمنوا ليها السلامه، وكنتمنوا يعني ديك الحاله الثالثه اللي قريت عليكم ما تكونش هي ان شاء الله، يعني يدوز كلشي بخير. وكنتمنوا ان داك الشيء يطيح بوحدو، يعني حتى الكرطاج ما توصلش ليه، راه هو ماشي سهل. فهذا اللي بغيت نوضح انا في هذه الحاله هذه، بان هذا الشيء راه ممكن، راه ماشي ما كاينش، لكن سبحان الله هذا الشيء ما عرفتش. هاد الصدف اللي كيجيو. لبنى هي مثيره للجدل وغيتكلموا عليها كي كان هذاك الشيء كاين كي ما كاينش، ولكن سبحان الله هذا الشيء كيوقع، هذا الشيء هو وقع، كنطلبوا ليها السلامه. هذا هو اللي كاين، هذا هو اللي بغيت نوضح انا هنايا في هذا الفيديو هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.